بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. احنا النهارده تاني يوم رمضان. معانا فيديو روتيني حلو كده النهارده الجمعه. طبعا قمنا الصبح وعملنا الروتين بتاعنا اللي هو نفتتح الشبابيك ونروق البيت ونعمل البخور. ده طبعا روتين الجمعه سواء في رمضان او غير رمضان. ده روتين طول السنة. فبعد بقى ما عملنا كل الحاجات دي طبعا، وعلى اخر النهار كده قلنا ندخل المطبخ بتاعنا نشوف هنطبخ ايه. فكان عندنا عزومة كده، فقلت يعني ايه بدل ما نشتري برضو الحلو من بره نعمله في البيت. احنا بادئين رمضان كده تاني يوم على طول بعزومة علشان نخلص العزومتين اللي هنعملهم في اول رمضان. وبعد كده بقى ايه نشوف هنعمل ايه. فالمهم زي ما انتم شايفين انا هعمل صينية كنافة حلوة قوي، نص كيلو كنافة بس هيعمل لنا صينية محترمة. فقبل اي حاجة هعمل الشربات، يعني انا ساعة ما دخلت المطبخ قلت اعمل الشربات عشان يبقى بارد معايا. حطيت 3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايتين من المية، لان انتوا عارفين طبعا ان الشربات بتاع الكنافه بيبقى وسط، لا بيبقى خفيف زي بتاع البسبوسه ولا بيبقى تقيل زي بتاع الزلابيه وبلح الشام. فهو بيبقى وسط، يعني بيبقى خفيف، ما يبقاش زي الميه، لا يبقى تقيل شويه. وبعد كده حطيتهم على النار يغلوا حوالي 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق رحت نازله برشه ملح ليمون. لو ما عندكش ملح ليمون حطي نص ليمونه، عصير ليمونه، وسيبيه يغلي. لو عندك عسل جلوكوز حطي معلقه، لو عندك عسل نحل معلقه، لو ما فيش خلاص. فالمهم سيب بعد ما غلى بقى وكده وخلص، سبته بقى اما يبرد خالص عشان اما بيبرد بيتقل اكتر. فسيبته بقى. ندخل بقى على الفطار بتاعنا. زي ما قلت لكم احنا عندنا عزومه، فقلت هعمل ايه كده. احنا عندنا هو كيلو لحمه، فقلت خلاص يعني هعمل صينيه ايه بطاطس. فروحت داخله قلت مسلق اللحمه الاول عشان نطلع بحبه شوربه. في الصيام لازم حبه شوربه كده، وبدل في عزومه يعني لازم نعمل طبق شوربه. المهم رحت نازله بقى باللحمه، حطيت الاول مستكه والحبهان واللوري والقرفه الخشب في الزيت يشوحهم، وبعد كده رحت نازله باللحم. هقعد بقى اقلب اللحمه كده اشوحها حلو لحد ما تغير لونها. وبعد كده بروح جايبه طماطمايه وبصلايه وفلفلايه، هي الفلفلايه دي من اللي هي عاطيه على صفار وحمراء وعاطيه على صفار. وجبت برضو عودين روزماري احنا عندنا زرعة روزماري، فجبت منها عودين. كل ده عشان تطعيمها للشوربة، يدي للشوربة طعم حلو. وهبدأ برضو اشوحهم واقلبهم كده كويس. وبعد كده هبقى مشغلة الكتل ملياه مية يعني، وسايباه لما يبرد. سايباه لما يغلي، بقول يبرد. فالمهم هسيبه بقى لما يغلي معانا، وبعدين هروح جايباه ونازله بقى على اللحمه دي بالكتف بالميه السخنه. بدل هي سخنت واتشوحت، اهم يعني احسن حاجه ان احنا نحط لها ميه سخنه. ما ينفعش نحط لها ميه ساقعه لان احنا هنرجع يعني للصفر من تاني. فالمهم اروح بقى احط الشوربه وهلاقي الكتل ما يبقاش كفايه، اروح مزوده كمان، هحط الكتل كمان يسخن شويه نصه، وهحطهم على الشوربه وهسيبها بقى كده مع نفسها تستوي. ههدي عليها النار واسيبها كده براحتها لحد ما ايه ما تستوي معانا وتطلع لنا حبة شوربة حلوين. نيجي بقى دلوقتي هنعمل الكريمة بتاعة الكنافة، ما هي الكنافة هنعملها بالكريمة. المهم جبت نص كيلو من اللبن، ورحت جايبة عليه حطت عليه 3 معالق من النشا، وكان فاضل حبة دول رحت حطهم كمان ايه عليه على اللبن، وقلبتهم تقليبه حلوه كده، وبحطهم على النار وافضل اقلب فيهم لحد ما تتماسك معايا والقوام بتاعها يتقل. الكريمه دي جميله قوي، اول ما بتبقى خفيفه يعني ما بتبقى تقيله كده، لا ما بتبرد بتكلكع، لكن وهي خفيفه حتى لما تبرد تلقاها طريه كده وناعمه وجميله ما شاء الله. عايزه تحط لها معلقه سكر حطي، عايزه تعملها من غير سكر براحتك. ده بقى نص كيلو كنافه زي ما قلت لكم، انا كنت جايباه وحطاه في الفريزر اهو. فهطلعه من الفريزر، هطلعه على طول يعني، انا هطلعه من الفريزر اشتغل بيه، مش هسيبه يفك ولا حاجه، لا وهو كده علشان اقدر اعرف افركه كويس. فالنص كيلو ده هروح فركاه، هفضل افرك فيه كده لحد ما كل حاجه فيه تنعم خالص. علشان اعرف اشكل الصينيه وافردها كده بتطلع معانا، هتشوفوها معانا عامله ازاي. فاما بتفركيه وهو سخن كده وهو طالع من الفريزر بيبقى حلو قوي، يعني بيبقى سهل اصلا انك انت تعمليه تفركيه. فهنرجع بقى. بعد كده هروح جايبه المطحنه بتاعه التوابل، واروح طحنه فيها حبه سكر.
ايمل والمطحنه سكر اهي، انا هروح حاطاه على كده وعشان افركه، وهبدا برضو افرك. يعني انا هحط السكر البودر، وعلى فكره السكر البودر بيبقى افضل بكتير من السكر الحبيبات. يعني لو حطيت السكر حبيبات مش مطحون عادي بتبقى حلوه، لا بس لكن لما تحط السكر البودر بتفرق في الطعم جدا وفي لونها كمان. فبعد بقى ما نبدأ ما نفركها خالص كده بالسكر، هنروح مسيحين نص كوباية سمنة برضو، وهنروح نازلين بها كده على الكنافة، وهنروح برضو نفركها. يعني بعد ما ننزل نفركها بالسكر، هنروح ننزل بالسمنة ونروح فركنها كمان. بعد بقى ما نفركها حلو قوي بالسمنه، وهنحط كل واحده كنافه لازم تبقى متغلفه بالسمنه علشان تبقى تاخد طعمها حلو وتستوي معانا حلو وتاخد نفس الشكل ونفس اللون. فبعد ما نفركها خالص ونلاقيها كده زي اللي مندية او زي الرملة المبلولة، هنكون جايبين صينية ودهنينها برضو زيت سمنة اللي موجودة عندك، وهنروح حاطين طبقة من تحت كده من الكنافة. هنفرش الطبقة اللي تحت حلو، وهنضغطها كمان. يعني لو عندك صينية اصغر من اللي انت عاملة فيها، اضغطها كويس قوي عشان تبقى طالعة متماسكة وماسكة بعضها. شوفوا الكريمه وقوامها عامل ازاي، القوام بتاعها تحفه تحفه تحفه. شوفوا القوام دي بقى اما بتبرد مش بقى بتبقى مكلكعه او ماسكه نفسها، لا تلقاها طريه خالص وناعمه وما شاء الله عليها. فاهم حاجه في الكريمه زي ما قلت لكم ان هي تكون خفيفه ما تكونش تقيله عشان ما تكلكعش. بعد بقى ما نروح فردين كريمة كده في الصينية، نخلي بالنا ان هي ما تروحش ناحية الحرف الصينية، وكمان نبقى معليين بالكنافة الحرف من الجنوب علشان الكريمة ما تخرجش. بعد كده هنروح جايبين بقية الكنافة اللي عندنا ونروح رشينها بقى على الوش كده لحد ما نعمل الطبقة اللي فوق. في الوقت ده بنكون مشغلين الفرن من تحت. الشوايه دي ما تشغلهاش الا لما تحس ان انت عايزه تحمريها، اذا اتحمرت خلاص. المهم الفرن يكون شغال على درجه حراره متوسطه، وتحط بقى صينيه الكنافه تتحمر. تعرفي بقى ان هي اتحمرت اما تلاقي الاحرف بتاعتها اتحمرت، هنشوفها دلوقتي مع بعض. على ما صينيه الكنافه تتعمل معانا هنروح عاملين صينيه البطاطس دي، هنعملها برضو ني في ني. زي ما انتم شايفين انا جبت صينيه وراجي عامله كميه بطاطس وبصل وفلفل اخضر، وبروح مقطعاها كده حلقات. هقطع البطاطس حلقات والبصل حلقات والفلفل كمان حلقات، ونحط واحده فلفل حراق بتدي طعم حلو قوي. وبعد كده نروح مفصصين حبه توم، شويه توم كده يعني 3 4 فصوص 5، ونروح مقطعينهم برضو قطع على الصينيه. وبعد كده بروح جايبه التوابل، احط كزبره ناشفه 7 بهارات عندك، بهارات خضار للخضار يعني، حبه رشه كمون رشه فلفل اسود والملح طبعا تظبطي الملح بتاعها، وكل ده بنروح حاطينه. زي ما قلت لك اللي موجود عندك حط منه، يعني مش هتقول لك لا في اي حاجه. لو مثلا لو ده مش موجود هتقول لك لا ما هيبقاش حلوه، لا هتبقى زي الفل معاك. وبعد كده عملنا شفشه عصير طماطم، هنروح حاطين كده نص واقلبها، واذا حسيت ان هي محتاجه كمان حبه عصير طماطم بروح مزودها، واقعد هقلبها كلها كده بقى الخضار البطاطس والفلفل والبصل مع التوابل مع الطماطم، وبروح واخداهم وحطاهم على النار. شوفوا شكل الكنافة طلعت معانا اهي، الحرف من تحت هتشوفوها الوقت وانا بقطعها ما شاء الله عليها، وريحتها بقى ما شاء الله كأننا في محل حلويات. بعد كده نروح نازلين بقى بالعصير بالشربات. شوفوا القوام بتاع الشربات برضو قوامه حلو قوي قوي ومناسب الكنافة. وما تكتريش عشان لو انت بتحبها مقرمشة ما تكتريش الشربات، لو انت بتحبها طرية غطيها. فالابيض اللي فيها دي معلقه سمنه بلدي برضو انا حطاها في الشربات، عشان كده هي كان الشربات برد فهي بقى على الوش كده عمل طبقه على الوش السمنه. دي صينيه البطاطس اهي بتغلي. هروح جايبه اللحمه بقى وحطها كده فيها، وابدا اقلبها واجيب بقى من صلصه الطماطم واحطها على اللحمه علشان تبقى واخده من نفس الطعم برضه. بعد كده بعد بقى ما اسيبها اهو، البطاطس بتبقى نص سوا واللحمه بروح بقى مدخلها الفرن كده تحت الشوايه تستوي براحتها.
وطبعا انت شفتوا الفطار بتاعنا مع سلطة ومخلل والعصير. طبعا كنت عامله عصير جوافة، ده كان اليوم بتاعنا. وطبعا زي ما انتوا شايفين انا جبت بقى، قلت اما اعمل لي كوبايه شاي كده بعد الفطار بقى في السهره. ورحت كانت صينيه الكنافه اتاكل منها، هي اتقطع منها، والوقت بقى هروح مقطعه قطع كنافه مع كوبايه الشاي. وده وقت الراحه بتاعي بتاع طول النهار، يعني طول النهار الشغل شغل شغل، هو ده الوقت الراحه الوحيد اللي انا بقعده. شوفوا من تحت عامله ازاي، شوفوا لونها من تحت بس عامله ازاي، والقطع ماسكه نفسها ولا كاننا شاريينها من بره ولا احسن محل حلواني. والموضوع كله نص كيلو من الكنافه. ده الفيديو بتاعنا النهارده، تاني يوم من الشهر الكريم، كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك، ولو اول مره تشوفوا القناه تعملوا شير وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو بننزله. وما تنسوش الاشتراك طبعا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.